أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نجوم ومواهب. هذه الحلقة مسجلة من قصر ثقافة محافظة بورسعيد. محافظة بورسعيد مليئة بالنجوم وبالمواهب المميزة. معنا اليوم الأستاذة والأديبة والصحفية الأستاذة أماني حجازي. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. منورانا يا أستاذة أماني. تنورك يا فندم. ومنورة برنامجنا نجوم ومواهب. تسلمي لي يا حبيبتي. عايزة أتعرف على حضرتك عمليا. انا اماني حجازي، كاتبه صحفيه واديبه وعضو مجلس اداره نادي ادب قصر ثقافه بورسعيد. أهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. عايزة أتعرف على أهم أعمال حضرتك الأدبية. اهم اعمالي هي اول روايه كتبتها، ودي فازت بالمركز الاول في مسابقه في المسابقه الكبرى بتاعه الاديب اشرف بدير الادبيه. وعندي مجموعه قصصيه برضو كمان تحت الطابع ان شاء الله. تمام. بالنسبة لمجال حضرتك في الصحافة، عايزة أعرف كتبتي في مقالات صحفية إيه مميزة؟ انا الاول كنت ماسكه قسم التحقيقات، تمام. وكنت يعني وما زلت بكتب في جرائد ورقيه كتيره يعني. وحاليا رئيس قسم في مجله النيل والفرات، ماسكه قسم سيد الكاميرا. سيد الكاميرا بنتكلم عن اي حاجه في الطبيعه، حيوانات، غابات، اشجار غريبه، في اعماق البحار، معلومات عامه عن الطبيعه كلها. ده جميل جدا. طيب حضرتك جربتي تكتبي مثلا نص مسرحي للأطفال؟ فبالفعل عندي تجربه مسرحيه، فعلا كتبت مسرحيه واتطبعت خلاص الحمد لله، وان شاء الله هيتنفذ قريب باذن الله. طيب ده جميل وهي وفكره جديده على فكره برضه. بتتكلم عن إيه؟ شوقتينا. لا، هي فكره جديده جدا ومحدش اتكلم فيها قبل كده خالص. برضه نعرف يعني نبذة مش كده بسيطة هينفع لبرنامج خالص نجوم لان ومواهب. هي فكره جديده، فالفكره لو اتخذت خلاص حتى لو كانت بكذا طريقه هي الفكره واحده. عموما بالتوفيق، وبنتمنى لك النجاح، وبنتمنى ان احنا نعمل لقاءات اخرى كتيره ان شاء مع الله. نجمه النجوم ونجمه الصحفيه الاديبه اماني حجاز. شكرا، تسلمي لي، شكرا.